طول عمري من وانا صغيرة كنت بفتكر كده اني عشان اكون شيك في اي مكان لازم يبقى معايا فلوس كتير. واي واحدة ماشية قدامي حاساها انها شيك او شكلها يلفت الانتباه اعرف على طول ان هي غنية ومعاها فلوس بالملايين. وكنت بحلم من وانا صغيرة اني اتغنى لما اكبر علشان اعرف ابقى شبههم كده وابقى جميلة زيهم. لكن الحقيقة ان الشياكة مش محصورة بس في البراندز ولا في الشنط اللي اسعارها بالالاف. الشياكة اسلوب حياة، تفاصيل صغيرة كده بتفرق معاكي، حاجات تقدري تعمليها تخليكي اشيك واحدة في اي مكان مهما كانت امكانياتك. النهاردة هنتكلم عن الشياكة كده بكل تفاصيلها، عن اللبس، عن الشعر، عن البشرة، عن الثقة بالنفس، ودي اهم نقطة في كل النقط. وهنعرف مع بعض ازاي خطوة بخطوة تبقي النسخة الاشيك منك انت. اول حاجه كده، ودي اساسيات هتفرق بينك وبين اي حد تاني، لازم اهم حاجه تبقي ماشيه على الاساسيات دي وبعدين تفكري في اي حاجه تانية. اول حاجه النظافه الشخصيه، لازم على طول تبقي نظيفه، لبسك يكون مكوي يبان اغلى من 8 10 مرات لو انت كوياه، لو انت منضفاه. ما ينفعش تنزلي بلبس يكون فيه بقعه، ما ينفعش تنزلي بطرحه تكون مقطعه، ما ينفعش تنزلي كده لابسه شراب باين لونه غير لون البنطلون مثلا اللي انت لابساه، لابسه بنطلون قصير وعليه شراب طويل وده لون وده لون تاني والشوز لون تالت. ما ينفعش كل الكركبه دي. ريحه جسمك، لازم تاخدي دش كل يوم، تحطي مزيل عرق. ريحتك دي هي اللي هتفرق معاكي وهتفرق مع الناس اللي حواليكي. ساعات ببقى ماشيه في الشارع يعدي من جنبي حد اقول يا ريتني ما عديت من جنبه، ايه الريحه البشعه دي؟ ازاي قادرين يستحملوا نفسهم وهم ماشيين ريحتهم وحشه كده؟ يعني ايه اللي هيخلينا نمتنع ان احنا ندخل الحمام كل يوم ناخد شاور، نحط مزيل عرق؟ مش بقول لكم حطوا برفانات، اغلى البرفانات مزيل بس كده، نلبس هدوم نظيفه، هدوم مكويه، وننزل في الشارع. احنا هنكون راضيين عن نفسنا والناس اللي حوالينا مش هتتضرر مننا. الشعر، لازم الشعر يكون متهندم، يكون متساوي، ما يكونش منعكش. الشعر لو انت مش بتحافظي عليه وسايباه يتساقط منك وسايباه يعمل فراغات وكده، يبقى المنظر في الاخر مش هيبقى حلو مهما تكوني لابسه اغلى البراندات. تخيلي واحده لابسه هدوم غاليه جدا وشعرها واقع من حتت، باين فيه فراغات من حتت تانية، مش مهتميه بيه، الناس هتعرف على طول ان هي مش بتهتم بنفسها، هي بتهتم بالمظهر الخارجي بس. شعرك لو متساقط او مبهدل هينقص من شياكتك مهما لبستي. اهتمي بغسله حلوه، تسريحه بسيطه زي ديل حصان، ضفاير. مش بقولك لازم تعملي حاجات يعني واو، لا، الحاجات البسيطه دي هي اللي هتفرق معاكي. احرصي دايما على البساطه في لبسك، اللبس الشيك لازم يكون بسيط. عندك 3 الوان دول، الابيض والاسود والبيج، على طول بيكونوا شيك وبيليقوا على كل الوان البشره. لازم لبسك يكون متناسق مع بعضه، مش لازم تبقي لابسه الطقم كله نفس اللون، المهم ان الالوان ما تزعقش كده مع بعضها. لازم يبقى عندك قطع اساسيه في الدولاب على طول، قميص ابيض، بنطلون جينز ازرق، جاكيت بسيط، فستان اسود ساده. الحاجات دي هتعرفي ان انت تطقمي عليها كذا طقم تاني، وفي كل مره هتبقي مختلفه وشكلك جديد. انك تكرري هدومك ده مش عيب على فكره، العيب انك تلبسي اي حاجه من غير ما تبقي منسقاها. لو لبستي الطقم كذا يوم بس غيرتي في الاكسسوارات بتاعته، غيرتي في الحاجات اللي بتلبسيها فوقيه، ممكن تغيريه ويبقى طقم جديد. لكن لو لبستي طقم جديد كل يوم ومش متناسق مع بعضه، دي كده مش هيبقى فيها شياكة خالص. يعني مثلا ممكن يكون عندك نفس البنطلون تلبسيه 10 مرات بس في كل مرة تعملي له ستايل جديد، مرة إشارب جديد، مرة شنطة وجاكيت جداد. يعني مش جداد انك تبقي شارياهم، لا، يعني تجددي من دولابك. هتقدري على البنطلون ده ان انت تعملي له كذا ستايل مختلف من جوه دولابك. عارفة بقى مهما يكون لبسك بسيط، ايه اللي هينطقه؟ الاكسسوارات. الاكسسوارات دي بجد هي سر اللعبة. يعني لو لابسة مثلا اكسسوار الحلقات بتاعة الطرحة، حطيتي حلقة كده فيها من الجنب بتبقى دايرة حلوة شكلها شيك، بتنطق شكل الحجاب بتاعك. سلسلة بسيطة، خاتم، اسورة رقيقة، هيخلوا لبسك كأنه طالع من مجلة. الشنطة والشوز اللي بتكوني لابساهم مش لازم يكونوا غاليين قوي او من اغلى الماركات، لا، المهم يكون شكلهم نظيف، مش مقشرين. الشوز بتاعك متلمع، نظيف. لو لابسه كوتشي، ما ينفعش تبقي لابسه كوتشي ابيض وماشيه بيه كده في اوساخ، في لون اسود، في لون غامق. لازم تكوني منضفاه اول باول، يعني تنزلي بيه ترجعي على طول تنضفي علشان تقدري تحافظي على بياضه زي بياض التلج. الحاجات البسيطه دي بتفرق فيكي وبتفرق في نظره الناس ليكي، هيعرفوا ان بالحاجات البسيطه دي انت قد ايه نظيفه وقد ايه شيك. نضاره الشمس بقى، يا سلام لو لابساها لايقه على الهدوم بتاعتك، هتبقي بتحافظي على عينيكي وعن الهالات انها ما تطلعش، وفي نفس الوقت هتكوني شيك. عارفه بقى نص شياكتك هتكون في ايه؟ في نظافه بشرتك. بشرتك النظيفه دي هتديكي شكل مرتب كده حتى لو انت مش حاطه ميك اب. مثلا صحيتي في يوم لقيتي عندك هالات سودا كتير،
تقدري تداريها بكونسيلر خفيف جدا، ماسكارا بس كده، وروش فاتح لون الشفايف علشان ما تبقيش مقفوره في الحاجات اللي انت حطاها. عايزاكي تبيني ان انت طبيعيه جدا، مش حاطه حاجات كتير على وشك، انت بس مجرد بتصلحي العيوب اللي في بشرتك علشان يكون شكلك مقبول وعلشان يكون عندك ثقه بالنفس. اهتمي بروتين بسيط جدا لبشرتك، غسول وترطيب كل يوم. مش لازم كل يوم تحطي مكياج خالص، بالعكس انت لو ما حطيتيش مكياج ونزلتي اكتفيتي بس بالنهار كده بكريم الشمس ببلاشر خفيف خالص وزبدة كاكاو، احسن كتير من ان انت تبوظي بشرتك من كتر المكياجات. الجمال والشياكة مش في كتر المكياج، الجمال والشياكة في البساطة ان انت تبقي حاطة حاجات خفيفة جدا او مش حطاها اصلا، بس راضية عن شكلك ومهتمية ببشرتك، هتبان على طول نظيفة، ما يكونش فيها حبوب، ما يكونش فيها علامات سودة. دي الحاجات اللي هتفرق معاكي ومع اللي هيبصلك. اهم حاجه بقى هتفرق معاكي كويس جدا هي الثقه بالنفس. انت عارفه انك لو لابسه اغلى لبس في الدنيا بس مش واثقه من نفسك مش هتباني خالص شيك. لكن لو واقفه كده كتافك مرفوعه ابتسامتك على وشك، اي لبس هيبان غالي جدا عليكي حتى لو كان بسيط جدا. خليكي عارفه انك مش محتاجه تقلدي حد علشان تكوني شيك، الشياكه هتكون في شخصيتك انت. اهم حاجه تكوني واثقه من نفسك، هتحسي ان انت احسن من احسن حد في الدنيا. طيب هتقولي لي انا ما عنديش هدوم كتير ولا عندي اكسسوارات ولا عندي اي حاجه تخليني شيك زي ما انت ما بتقولي. في حاجه كده صغيره اسمها اعاده التدوير. يعني مثلا لو عندك فستان قديم تقدري تلبسي عليه جاكيت جينز عندك في الدولاب هيغير شكله. لو عندك بلوزه واسعه قوي زياده عن اللزوم مش نافع ان انت تلبسيها، ممكن تحط لها حزام رقيق خالص على وسطك كده، بس ما يكونش تحزقيه زياده عن اللزوم انه يبين الاجزاء معينه من جسمك، لا انت تحطيه كده مرخرخ شويه، عارفه زي اللي هو سايب، حزام سايب، هيعمل شكل حلو قوي للبلوزه دي، وفي نفس الوقت هتكوني شيك وهتكوني برضو ساتره نفسك مش مبينه اجزاء جسمك. عندك طرحه قديمه مثلا مش بتلبسيها، استخدميها كاشارب على شنطتك، اربطيها كده بربطه فيونكه من الجنب، هتبقى شكلها حلو جدا. انا مش عايزاكم تحيروا نفسكم كتير او تبقوا محتاسين طب انا اعمل الحاجات دي ازاي. باقل الامكانيات اللي موجوده عندك في بيتك هتعرفي ان انت تستخدميها وتبقي شيك في نفس الوقت. عايزاكي دايما تحافظي على اظافرك تكون نظيفه حتى لو مش عامله فيهم مانيكير، يكفي بس ان هما متساويين نضاف. لو عندك ضوافر طويله تبقى مبروده يا اما قصاهم. الجلد الزايد على طول تكوني شايلاه اول باول. عايزاكي تحافظي على ابتسامتك في وش اي حد تشوفيه، هتبقى من احلى الاكسسوارات اللي انت تلبسيها، ابتسامتك دي هتبقى التوب في اللوك كله اللي انت عاملاه لنفسك. لما بتضحكي في وش الناس بتحبك تلقائي حتى لو ما تعرفكيش. صوتك وطريقتك لازم يكونوا هاديين، البنت المؤدبة اللي صوتها هادي على طول بتبان أشيك. وخلاصة كلامي عايزة أقولك إن الشياكة مش في فلوسك ولا في اللي انت لابساه بس، الشياكة الحقيقية في طريقتك، في احترامك لنفسك، في ابتسامتك، في ثقتك بنفسك. صدقيني التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتخليكي أشيك واحدة في أي مكان من غير ما تصرفي فلوس كتير. أشوفكم الحلقة الجاية.